لو معاك ايفون فخلي بالك عشان نسبة البطارية اللي موجودة في الاعدادات النسبة دي غلط، فانت ممكن تشتري موبايل على ان نسبة البطارية بتاعته 95% وهو الحقيقة نسبة البطارية بتاعته 80 او 70% حتى. في الفيديو ده انا جاي اقول لك ازاي تعرف نسبة البطارية الحقيقية علشان تطمن على موبايلك. واعمل لايك للفيديو ويلا بينا. اول حاجه هتروح تدخل على اللينك اللي موجود عندي في البروفايل، هتلاقي عندك رابط تحميل الاختصار عشان نقدر نعرف عدد دورات الشحن ونسبه البطاريه الحقيقيه. هتنزل لتحت خالص، بعد كده تدوس تحميل وتستنى ال 30 ثانيه دول بعد الاعلان وخلاص على كده. بعد كده هتروح عندك على الاعدادات، تنزل تحت تدخل على الخصوصيه والامن. بعد كده لما تنزل تحت خالص هتلاقي حاجه اسمها التحليلات والتحسينات، هتتاكد ان اول اختيار ده انت مشغله. بعد كده تدخل على بيانات التحليلات اللي تحت، وهتدور هنا بقى على ملف اسمه اناليتكس، ولو معرفتش اعمل بحث عنه عادي. واول ما تدخل عليه بتروح تدوس على زرار المشاركه. بعد كده تختار الاختصار اللي احنا حملناه اللي هو باتري تشيكر. بعد كده تختار نوع الجهاز واني جهاز بالظبط واني موديل، وهتلاقي نسبه البطاريه ظهرت لك تحت بكل سهوله، ودي النسبه الحقيقيه اللي تقدر تعتمد عليها. وكمان عدد دورات الشحن بيكون موجود فوق في اول سطر. وبس كده. لو بتحب فيديوهات